أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع. جمعة مباركة عليكم يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله صاحيين بدري عشان النهاردة هنصلي صلاة الجمعة مع بعض. ربنا يملى بيتنا بالبركة والخير يا رب. صحينا بدري واول حاجة شغلنا سورة الكهف عشان بيتنا يتملي بركة. وهنبدأ معاكم ان شاء الله. اول حاجة هنبخر البيت وبعد كده هنبدأ بعد ما نصلي صلاة الجمعة نعمل اول حاجة هنبخر معاكم عشان بيقول البخور ريحته حلوة قوي وبيقعد فترة طويلة كمان في البيت. ودايما بعد صلاة الجمعة لازم على طول نبخر البيت وبعد ما نشغل القرآن قبل ما نفطر كمان. وتعال نحضر مع بعض الفطار. هنا قطعت البطاطس ومعايا خيار وطماطم ومعايا عسل وليمون مخلل ولفت. هوريكم هنعمل ايه مع بعضينا. بس اول حاجة هننزل بالبطاطس على النار وبعد كده تعالى اوريكم نكمل نعمل ايه تاني. وهنا هنزل معاكم بالزيتون. احنا برضو من الناس اللي بتحب العسل جنب الفطار. في ناس بتحب تحط مربى وفي ناس برضو بتحب الجبنة. كل واحد بيحب يحط اللي هو عايزه. انا عيالي بصراحة بيحبوا يحطوا العسل جنب البيض والبطاطس. وهنا كمان هنفضي معاكم شوية ليمون كده وفلفل مشكلين. لو نخلي الليمون وفلفل مع بعض. وهنا نخلي اللفت اللي احنا عملناه مع بعض. بصوا شكله كل ما بيقعد بيحلو اكتر واكتر. بصوا كده بعد ما فضينا المخلل هنقطع معاكم خيار وطماطم. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ولو ليكوا اي تعليقات او ليكوا اي استفسارات قولوا لي وانا هرد عليكم برضو. هنقطع هنا بقى الخيار. عشان هنا عندي طماطم وخيار بس. لو فول وطعمية بنحب سلطة جنبيها. تعالى نعمل مع بعض البيض. هنا جبت طاسة على النار سخناها وهنزل بمعلقتين سمنة بلدي عشان احنا بنحب بصراحة البيض والفول والعدس وكده بنحبها بسمنة بلدي ما بنحبش بزيت. هنا بعد ما معلقتين السمنة ما سخنوا هننزل بيهم بالبيض بتاعنا. هنقلب البيض كويس. وهنزل بالبيض على السمنة بتاعتي هقلبهم تقليبتين كده. وعندي هنا لانشون فراخ هنزل بيه برضو. في ناس بتحب بسطرمة وفي ناس برضو بتحب اللانشون وفي ناس بتحب برضو تقطع عليه فلفل وطماطم. كل واحد حر. بس انا اللي هنا المتاح عندي هو اللانشون الفراخ ورشة ملح ورشة فلفل اسود. هنقلب كده تقلبتين 3.
وبرضو جنب البطاطس بقلب هنا شوية وبقلب هنا شوية. هقلب كل البيض لحد ما يستوي، وهنا خلاص هطفي النار. وكده شكل الفطار يا رب يكون عجبكم، فطار خفيف وسريع. وده كده منظر الفطار. ده كده فطارنا الخفيف. كده بعد ما فطرنا هنغسل مع بعض المواعين، لميت المواعين كلها بتاعه الفطار، وكان عندي شويه من امبارح. ودي بقى الصينيه، بقى المواعين اللي على الصينيه. وهنا هروق معاكم برضو المطبخ، كل حاجه مكركبه في المطبخ. وهنا عندي غسيل برضو، شغاله الغساله. وهنا البوتاجاز طبعا من قلية البطاطس وكده، الزيت بيفضفط على البوتاجاز. اول حاجه جبت فوطين هنا عشان لما اغسل مواعين انزل احطهم على الفوط عشان يصفوا. يلا هنا نبدا معاكم غسيل المواعين. هغسل معاكم، بس هقسم المواعين على 2. هشيل شوية وهغسل شوية، هغسل دول وبعد كده هرجع هغسل التانيين، عشان بس لما بحب اشطف عشان المية ما تطلعش بره الحوض وكده. بحب اشطف بحب اغسل براحتي، عشان المواعين كلها لما بتكون متكومة مبعرفش اغسل كويس. عارفين طبعا يا جماعة العامل الرئيسي في البيت هو المطبخ، واكتر حاجة بنستخدمها المواعين، والله اكتر من الاكل والشرب. بس هنعمل ايه، هي الدنيا كده. في ثانية واحدة تكون مروقة المطبخ، وفي ثانية واحدة تلاقي المطبخ كله اتملى مواعين. وهنا كده بعد ما خلصت المواعين هدخل معاكم على البوتاجاز. شلت الحوامل بتاعته، هو البوتاجاز نضيف بس الزيت هو اللي مفضفط عليه من قلية البطاطس بتاعة الفطار. هرش معاكم كده رشة بسيطة. بحب اغسله اول باول، عشان بحس لما بيكون نضيف المطبخ كله نضيف، لما يكون البوتاجاز وسخ بحس المطبخ كله وسخ على طول. لميت كده العيون كلها وهغسلها. بصراحة بحب كل ما اغسله بلم العيون كلها، محبش اغسله كده من فوق لفوق. هجيب كده شوية بريل معانا،
هدعك البوتاجاز معايا، هندعك البوتاجاز. اغسله كده معاكم بسرعة. بحب بصراحة اغسل الريون بتاعة البوتاجاز والازاز، وبحب اغسل الباب كده. بعد ما خلصت همسحه كويس. وهنا هغسل الرخامة دي، الرخامة اللي فوق الغسالة اللي جنب البوتاجاز على طول، دي انا مخليها في جنب وحديها جنب البوتاجاز. هنا بعد ما غسلتها مسحتها همسحها. هي الرخامة دي انا بحب بصراحة بحط عليها علبة الاريال عشان هي في فوق الغسالة على طول. كده خلصت الرخامة. همسح برضو علبة الاريال بتاعة الغسالة. انتوا عارفين اي دهون واي حاجة بتطلع على طول، عشان هي كمان اكتر حاجة جنب البوتاجاز، فانا على طول اول باول بمسحها. برضو الغطا بتاعها بمسحها عشان لو قعدت فترة كتيرة الدهون برضو بتمسك فيها. وبنصح البنات تجيب العلبة ديت عشان بصراحة بتخلي ريحة الاريال تحفة، مع ريحة الاريال ما بتروحش منها خالص، وتحافظ لك على الاريال بتاعته. انا بحط الاريال والكوباية كمان جواها. دي بتشيل، دي البطارية الكبيرة بتشيل بال7 كيلو وال10، وبرضه تمسح كل سهولة وبعيد عن الاطفال برضه. وهنا بعد ما سبت المواعين تتصفى هرصها معاكم. جبنا المطبقية اللي هنرص فيها المواعين. انا عندي مطبقية تانية عشان الناس ما تقولش دي مطبقيتها صغيرة. فين مطبقية المطبخ؟ انا عندي مطبقية المطبخ فوق، بس دي بحب احطها على الرخامة عشان عندي اطفال وكده، لما بيعوزوا كوباية يشربوا ولا حاجة بياخدوا منها. برضو سهلة جدا وعملية برضو على الرخامة، لما بحط اكل ولا اي حاجة بسحب منها الاطباق بسرعة، سهلة وعملية برضو. وفي منها المطبقية اللي هي بدور واحد، بس انا بحب اديهم دورين، بحط الاطباق فوق وبحط الكوبايات تحت. بصوا كده شكلها بعد ما رصيتها، عملية وبتاخد مواعين كتير على فكرة برضو. حلوة قوي برضو، بتنضف بسرعة وبسيطة غير المطبقية التانية. وهنا دي برضو بحط فيها المعالق الطويلة، عشان اللي انتوا شايفينها دي بتاعت السكاكين والمعالق. المعالق لو حطيت فيها معالق كبيرة وطويلة بتقع منها، فانا جايبه الحاجات دي بحط فيها بصراحه حلوه قوي وبتشيل معالق كتير. وده بصوا شكلها كده، انا جايبه منها 2 هوريها لكم برضو معاكم. هنا هعمل القهوه بتاعتي معاكم. 2 معلقتين من القهوه ومعلقتين من السكر،
اقلبها كويس. انا بنصح البنات كلها تجربها عشان الكنكه بصراحه حلوه جدا، بتعمل قهوه بوش. للبنات اللي بتعرفش تعمل وش وبتشتكي انها ما بتعرفش تعمل وش للقهوه، هي بصراحه تعملك احلى وش، سهله وسريعه، في 5 ثواني بس هتعملك احلى قهوه، وسريعه جدا واسرع من اللي على النار. انا بنصح البنات كلها تجربها، اللي ما اتجوزتش تجيبها واللي اتجوزت برضو تجيبها، هي عمليه وحلوه جدا. بصوا هنا بعد القهوه ما سخنت في ثانيه بتفور. اول ما بتبدا تفور نطفي عليها عشان بتفور بسرعه. بصوا هتعمل لكم احلى وش، عشان البنات اللي بتعاني من الوش بتاع القهوه. لازم اول ما تبدا كده تفور معانا نروح طافين عليها على طول. بصوا عملت لكم احلى قهوه وبوشي كمان. زي ما انتوا شايفين كده. هشرب القهوة وهرجع اكمل المطبخ. وهنا خلاص كده بعد ما وصلت معاكم هغسل معاكم ديت بعد ما احط الرخامة بتاعت الغسالة. كده بعد ما غسلتها رجعت الحاجة مكانها. وهنا زي ما انتوا شايفين كده فوق فرن الكهرباء في شوية كركبة. بصوا دي احلى حاجة في مطبخي، الفرختين دول. دي فرخة اللي بسلق بيها ودي فرخة اللي بحط فيها البيض. على فكرة يا جماعة اللي مجربهاش فاتوا كتير، هي فرخة سلق البيض حلوة جدا وعملية جدا كمان، وبتسلق البيض في 5 دقايق. امسحها كده. فكرة يا جماعة حلوة جدا، جربوها. وبرضه هعمل لكم فيديو عليها وازاي هنستخدمها مع بعض. هنمسحها كده مع بعض. استخدامها سهل وبسيط وما بتاخدش وقت في سلق البيض. الفرخة دي كمان حلوة جدا، انا بحبها قوي. هي شكلها تحسه صغير قوي، بس هي بتاخد مساحة بيض كتير قوي. هي بتاخد ب30 بيضة. بعد ما خلصت الفرخة الصغيرة همسح الفرخة الكبيرة. طبعا العلاج في كل مكان، والصب دايما. انا اهم حاجة عندي برضو في المطبخ هو الصب، عشان انا بصراحة بالصبح بشغل عليه قرآن، وبالليل برضو ساعات بشغل عليه شوية اغاني عشان ما بقعدش قدام الشاشة كتير. وهو بحب اشغله واسيبه بصراحة كتير. همسح الفرن الكهرباء عشان انا بستخدمهاش كتير، بشغل فرن البوتاجاز اكتر فبحط عليها حاجة وكده. عندي مفرش زي مفرش التلاجة بحطه عشان لو اي حاجة اتقلبت عليه ما تنزلش من تحت على الفرن، عشان هو بلاستيك من تحت، واي حاجة المية ما بتنزلش على الفرن الكهرباء. بصوا كده رست معاكم البيض. انا ما عنديش بيض كتير، هم دول بس اللي قاعدين باقي البيض. دي الفرخة الكبيرة، دي الفرخة الصغيرة. بصراحة دول احلى حاجة جبتهم في المطبخ، ومطبخي كله ورد عشان انا من الناس اللي بتحب الورد قوي.
زي ما انتوا شايفين كده. وان شاء الله هعمل لكم جولة كمان في المطبخ، هوريكم كل حاجة فيه وكل حاجة واستخداماتها. بس شكلهم حلو قوي. ده كده شكلهم بعد ما خلصوا. في حاجات ممكن نجيبها نستخدمها، وفي حاجات لما نجيبها ممكن ما نستخدمهاش تاني. في حاجات عملية برضو اكتر، دول من اكتر الحاجة العملية. برضو بعمل لكم فيديو مشتريات كده بعد ما خلصت المواعين كلها. فاضل لي بس طبق وحاجة بسيطة بس في الحوض، كوباية القهوة اللي شربناها. يبقى كده خلصت معاكم كل المواعين. هغسل معاكم الحوض. انا سايبه الحوض اخر حاجه، لما خلصت الرخامات وخلصت كل حاجه بحب اغسله اخر حاجه. ده كده شكل الحوض بعد ما خلصنا كله. يلا نلم سجادة المطبخ ونكنس الارض وبعد كده نمسحها سوا. نلم كده السجادة. انتوا دايما عارفين اللي عنده اطفال وكده كل حاجة بيوقعها على الارض. المطبخ لامم حاجات كتير. كده اكنس المطبخ والمه، وهجيب جرد المسح. هنا هستخدم برسيل جيل كلوركس الالوان، تديري حلو قوي وبينضفوا كمان حلو قوي. في جنرال برضو وفي داوني، دي من الحاجات اللي بتديري حلو قوي للمطبخ وتخليه ريحته حلوه لفتره طويله قوي. كلوركس الالوان على فكره بيلمع في الارضيات. البرسيل جيل برضو ريحته حلوه. هما الاتنين دول حلوين في المسح، انا بستخدمهم على طول في كل الارضيات. الشرشوبه دي كمان حلوه عشان هي بتنشف حلو قوي، غير الشرشوبه. المطبخ عاوز كل يوم يتمسح عشان اللي عنده اطفال على طول بتوقع حاجات على الارض. هنا همسح معاكم الجزء التاني. وكده بعد ما خلصت المطبخ ده كده شكل السيراميك بعد ما اتمسح. انا مطبخي صغير مش كبير بقى. هعمل لكم ان شاء الله فيديو اوريكم المطبخ بتاعي كله كل تفاصيل فيه. من كده الشكل النهائي للمطبخ بعد ما نضفته كله. ده شكل البوتاجاز. الحوض والرخامات بعد ما مسحتها ورسينا معاكم المطبقية. وده كده الشكل الاخير. وده شكل المطبخ كله. ان شاء الله اعمل لكم فيديو عليه. قولوا لي حابين اغير ايه وحابين اجدد ايه اجدده معاكم. ولو عجبكم المطبخ ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا له لايك كومنت كده حلو زيكم.
ده الشكل النهائي المطبخ، يا رب يكون عجبكم، ويوم النهارده يكون خفيف وبسيط على قلبكم. وقولوا لي حابين نغير ايه في المطبخ وانا هغيره. واستنى فيديو جديد.